السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم أكلتنا كتير طيبة ولذيذة، وهي سكالوب بانيه بطريقة كتير سهلة، وحرح أعلمكم كمان شلون نقدمها كوجبة أو كسندويش. شوفوا بسم الله ما شاء الله، منظرها خيال، والله أطيب من هيك. وطبعا الوجبة ضروري كتير يكون قدامها البطاطا، وممكن كمان تتاكل بالخبزة او مع الرز، هذا الشيء اختياري لإلكم. وهلأ رح تشوفوا كيف طريقة قليها وتتبيلها، وحتطلع معكم خيال إذا الله راد. هلا أول شي بدنا نعمل خليط النقع. بنحط هلا هون كوب حليب مع شوية خل أو مع معلقة خل. هلا هون أنا ما عندي خل، حطيت كم نقطة من روح الخل. هلا هون بنحط فلفل أسود، يعني معلقة صغيرة. هون عنا هيل ناعم كمان معلقة صغيرة. وهون عنا زنجبيل معلقة صغيرة. هون كمان بنحط قرنفل شي بسيط، ورشة من جوزة الطيب، رشة صغيرة ما نكتر لأنه بتمرمر. والشطة هي يعني شغلة اختيارية، هون أنا حطيت يعني تقريبا ربع معلقة حسب نوع الشطة اللي عندكم. وهون حطيت قريب المعلقة من روح الخل، يعني هي يعادلها يعني كوب كامل من الخل. وهون كمان معلقة من دبس الفليفلة. وطبعا ما ننسى الكزبرة اليابسة الناعمة، كمان حطينا معلقة صغيرة. هلا هون هذا اللي عملناه هو البتر ميلك، بندلقهم فوق البهارات والدبس الفليفلة. وبدنا نحط كمان شوية مي مشان بدل انه الخل العادي حطينا روح خل، وبنخلطهم منيح. هلا بنجي للدجاج. هذا صدر دجاج طبعا، انا ارجيتكم شلون بنطفه بفيديو الكريسبي، بس هلا كمان رح اجيكم مرة تانية. هون بعد ما كنا ناقعينه بمي وملح صخري وخل، وكان المفروض ينتقع ليلة كاملة، بس صار معي شوية ظروف قام ضل يومين منقوع بالخلطة. ما بيأثر، هو بيطرى أكتر، بس مثل ما شايفين شوي هيك صار لونه على بياض من الخل. مثل ما شايفين هلا بننظفه مزبوط من اي زوائد جلدية، من اي عظمة، من اي شيء. وهو كان الافضل انه ننظفه قبل ما نحطه بالمي والخل، هيك اسهل علينا بكون. هون هلا بعد ما نظفنا الصدر، بننظف باقي الدجاج، باقي الصدر الثاني، وحتى كمان الفتيلة بننظفها. هلا ممكن نحن نقيمها بالفريزر، لكل ما نجيب مثلا صدر دجاج بنقيمها بالفريزر الفتيلة بعد ما ننظفها مشان نستخدمها للكريسبي او للزنجر. بس بوضع هلا هون عنا بسوريا انه ما في كهرباء وما في يعني الفريزر ما عم بتثلج، فحنستخدمها هلا مع الاسكالوب. بس هي بالاساس ما بتستخدم مع الاسكالوب. مثل ما شايفين هلا نظفنا الدجاج، حتى الفتيلة بننظفها مزبوط وبنقيم العرق اللي فيها. وهلا عنا طريقة تقسيم الاسكالوب. طبعا هلا بناخد الصدر، بنبلش من الناحية الرفيع مشان ما يطلع عنا كل السماكة من الجنبين نفس بعضهم، ما نبلش من المكان السميك. بنحط ايدنا نسندها هيك، ولازم تكون السكينة حدة، شايفين؟ وشوي شوي 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 نقسمها بهي الطريقة، تكون السماكة أقل يعني أو ما يقارب السنتي أو أقل من السنتي بشوي. شايفين كيف هيك؟ هلا الشرحة الثانية إجباري بدنا نبلش من نواحي الطحين بهي الطريقة، شايفين؟ بنحط هيك وبنحاول نطلعها كلها شقفة واحدة كبيرة، شوي شوي. وديروا بالكم على ايدكم، بتضغطوا نسرة صغيرة بس
وبتكملوا بهي الطريقة. تمام، هيك بتكون الأمور كلها تمام، وتقطيعة الاسكالوب طلعت ولا أحلى من هيك. شايفين كيف؟ وهلأ بدنا ندق شرحات الاسكالوب، منه مشان تكبر شوي ومنه كمان مشان تطرى أكتر وأكتر بهالطريقة. طبعا بندقها من هذا الطرف مو من الطرف الثاني، لأنه إذا دقيناها من الطرف الثاني راح تتفتت يعني وتتشقف كلها يعني. فالطرف الثاني هداك للأنواع الدجاج أو اللحمة الأسماك. شايفين بهالطريقة، وبنحطهم بمحلول النقع الثاني اللي عملناه أول الفيديو. مندق كل القطع بنفس الشكل، ومشان كمان مندقها مشان نخلي كل الأطراف نفس السماكة وتستوى كلها، يعني تستوي كلها بنفس الاستواء وبنفس الدرجة. هلا هون بعد ما عملنا كل قطع الدجاج مثل ما شايفين، بنحطهم بمحلول تاني ونغطيهم مزبوط، والأفضل إنه نخليهم لمدة ليلة كاملة. طبعا محلول النقع انا نسيت لكم انه ضفت كمان معلقة كبيرة بصل بودرة ومعلقة كبيرة توم بودرة. هاي شي كتير كتير ضروري، انا نسيت لكم اياه بالفيديو، يعني انا نسيت صوره، بعد ما صورت حطيتهم يعني. هلأ هون بعد ليلة كاملة، شايفين ما احلاه؟ منقيمه من الخليط وبنحطه دغري بالطحين. شايفين ايد للطحين، ايد للشغلات الجافة، وايد للشغلات السائلة، بنسقطه دغري بمي وبنقيمه. بعدين هون بنحط له الكعك المطحون. هلا اذا كان الكعك اللي عندكم اسمر ممكن تضيفوا معه شوية طحين، انا ضفت معه شوية طحين وشوية كورن فليكس مطحونين لان الكعك عنا بيجي اسمر. شايفين بهي الطريقة هي بتصفوهم كلهم بعدين على القلي. هلا الافضل انه مع المي هي يكون في مثلا بيضة مع كل تقريبا كوبين مي، بس انا ما كان عندي بيض فما في مشكلة. شايفين بهالطريقة، يعني من ايمن على طحين على المي على البقسماط. هلا على القليل لازم تكون درجة الحرارة شي 170. مننزلهم ما نكتر كتير بالمقلاية، يعني اذا بهذا الحجم تنتين او ثلاثة انكترت، ونستنى بس يعني اقل من دقيقة، يعني شي 20 ثانية بس لتمسك الاولانية، بعدين بنحط الثانية. ما نحطهم كلهم فوق بعض مشان ما يلزقوا ببعضهم. شايفين كيف؟ هلا هون انا ما حبيت كتير كتير كتر، وبنقلبهم طبعا، ما نخليهم لحتى انه كتير كتير يسودوا، لأنه هي بالاساس عفوا يغمقوا يعني، لأنه هي بالاساس رقيقة وداقينا نحن ناقعينا وعاملين على 24. يعني شايفين هيك بكفي وزيادة اذا الله راد. شوفوا بسم الله ما شاء الله شلون طلع لونه، ولا احلى من هيك. وحتى بشوية الكورن فليكس عاملين قرمشة خيالية. شايفين بسم الله ما شاء الله. ومنكمل باقي الكمية نفس الشي. هلا هون بدنا نعمل سلطة سويسرية. حطينا معلقة سكر كبيرة، معلقة خل كبيرة، 3 معالق لبن زبادي، اللبن الزبادي العادي يعني، 3 معالق كاتشب، وبدنا نحط معلقة كبيرة خردل،
خردل يكون ظريف طبعا، اذا مو كتير ظريف بدها شي 3 معالق خردل كبيرة. وهون حطينا كوب كامل من المايونيز. المايونيز حتى لو فيه توم ما في مشكلة. بنخلطهم كتير 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 منيح، وبعد ما يمتزجوا منيح بنحط الملفوف. طبعا هون الملفوف انا عملته مخرط تخريط قطع مثل كنتاكي، يعني ما عملته جوليان او يعني بسموها انه شرايح. وهون جزر مبشور، يعني حطيت تقريبا شي 300 جرام من الملفوف و50 جرام من الجزر. وفينا نضيف له كمان درة او بنحطه على الوش، هذا شيء اختياري. شايفين هلا هيك صارت السلطة جاهزة، ولا احلى من هيك. بسم الله ما شاء الله. بدنا نلف السندويشة. طبعا السندويشة شغلة اختيارية حسب الذوق. انا اول شي هون حطيت سلطة سويسرية، يعني دعمتها بالسلطة السويسرية. حطينا هون خس، شايفين كيف. وبعدين حطيت البندورة، عاملها انا يعني شرايح صغيرة هيك، وزعتها هيك مزبوط. وهلا حطينا الدجاج، شايفين كيف بهالطريقة هي. فوق الدجاج هلا ممكن نحط جبنة التشيدر السلايدز، انا بقسمها هيك بالنص وبحطها يعني مثل هيك. شايفين كيف بيطلعوا مثلثين هيك حلوين، بيطلع منظرهم خيال ما شاء الله. وهون هلا حطينا البطاطا. بعدين ممكن انتو شو الصوصات اللي بتحبوا تحطوها، مثلا مايونيز كاتشب. شايفين كيف حطينا هون مايونيز كاتشب خردل. نزينها بالجزر، شرحات الجزر والخيار، ورق الخس، ملفوف، بطاطا. طبعا شايفين هون الوجبة. هلا ممكن نحط جنبها كمان صحن سلطة سويسرية مع خبزة صمون تكون مقطع شرحات مثلا بالمايل، او ممكن نحط جنبها رز. هذا الشي بيرجع لكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. اذا عجبتكم لا تنسوا تدعموني. كان معكم الشيف باسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.